بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناة يومية رمضان. إن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. وكما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم الديول تحضيرات رمضان. على بالكم الديول نخدموه ونخبوه في الكونجيلاتور، يعني يدينا وقت كي نخدموه في رمضان. مهم هكا نسهلوا على رواحنا ونخدموا الديول ونخبوه. مهم تابعوا الفيديو الاخير باش تشوفوا الطريقه كيفاش. الوغ البنات هنا واش نحتاجو كيله. المهم الكيله اللي تحتاجوه كيما تحبوا، كاس، بول ولا اي حاجه. انا درت كيله تاع سميد اكسترا فين، ها كيما راكم تشوفوا، ها هي اكسترا فين، سمول اكسترا فين، يكون رقيق اكثر من الرقيق، ها اكسترا فين. هنا كيله، نزيدو كيله نتاع الفرينه. هنا نضيفوا الكيله تاع الفرينه، نديروا الملح. هنا نديروا ملعقتين تاع الزيت الثانيه. نخلطوا المكونات مع بعضها مليح. هنا نضيفوا الكيله الاولى تاع الماء يكون دافي ونخلطوا. نضيفوا الكيله الثانيه. هنا نديروا بالبغا ميكسور. شوفوا هنايا جاتني شويه ثقيله، نزيد لها، درت النص تاع الكيله تاع الماء، نزيد بشويه بشويه ونشوف اسكو تحتاج ولا لا. هنا تبان لي مازال تحتاج. واش ندير الكميه كامله. الوغ هذا هو الخليط اللي كيما هكذا. خلوها ترتاح شويه. على بالكم كي ترتاح شويه راح تزيد تثقل لنا. المهم خلوها ترتاح شويه ومن بعد نطيبوها. المهم هنا دوك نغطيها ونخليها ترتاح. شوفوا لهنايا بعد ما خليتها ترتاح، شوفوا كيفاش. ها كيما قلت لكم راح تخثر لكم، سي بوغ سا قلت لكم ضفت لها النص تاع الكيله، يعني درت 2 كيلات ونص تاع الماء كما شفتوا في البدايه كيفاش. وهنا دوك نروحوا نبداو نطيبوا الديول نتاعنا. حاولوا يكون البنات هذا هو الخليط ثاني كي وريته لكم. ودوكا راني نسخن في لابوال تاع لي كريب هذيك، تعود ما تلصقش، لازم تكون ما تلصقش باش هكا تجيكم نتيجه ناجحه. المهم دوكا نروحوا نبداو نطيبوه. حاولوا يكون عندكم بانسو يكون كبير كيما هكذا باش تجيكم نتيجه مليحه. لهنايا تقدروا من بعد نديروا شويه زيت ونديروها بالكافه بطريقه مره على مره. ها هكذا. علي نقولوا بسم الله نبداو في الخدمه نتاعنا. شوفوا النار، نبداو نقول لكم كيفاش. النار نشعلوها مليح، تكون سخونه، تسخن، هي تسخن طفوا عليها النار. انا راني مطفيتها غير هي سخونه نخدموا ومن بعد نشعل. لازم السرعه في الخدمه هذه تكون هكذا. سيرتو كي يعود عندكم بانسو عريض بهذا، راني شريته غير من اكسو، هذا حتى يساعدكم، سيرتو حيساعدكم في الخدمه هكذا. شوفوا انا دوك نشعل النار. هنا راني شعلتها صايي. ها كي تشوفوا هذوك الثقب نديروا لهم نغطوهم بيان سور، والحواشي هذو ثاني نديروهم باش تجينا متساويه، يعني تجي دائريه هكذا. شفتوا كيفاش. ونخلوها كامل تنشف. اللي هنا خلوها تنشف مليح، مش راح تلصق لكم بيان سور كي تعود في المقله نتاع لي كريب هذه. ها وهنا نبقاو بنفس الطريقه، نديرو ثاني نمسحوها ونطفوا كما قلت لكم، نطفوا النار ونديرو بالبانسو بالطريقه هذه. ومره على مره ديروا في الكاغد نتاعكم شويه تاع الزيت هكا باش تمسحوا المقله. شوفوا لهنايا نديروا في الجوانب ثاني باش هكاك ما يقعدوش ما يبسوش، يعني قصدي باش ما يبسوش. ونحطوا
نحطهم في الطرشون كيما هكذا، نحطو بين الحبه والحبه ندهنوها بشويه تاع الزيت باش هكا من بعد كي نعودو راح نخبوهم ما يلصقوش في بعضهم. ومن بعد نغطوهم باش هكاك ما يدخلش فيهم الهواء. كيما قلت لكم ثاني وش قلت يا ربي المهم الطريقه راهي سهله كيما شفتوها ومش صعيبه. المهم انا ندير بين الحب والحب ندير الزيت لهنا ثاني في المقله ثاني هكاك نمسحها. نطفي النار نخلوها تسخن مليح المقله. نطفي النار وندير بالبانسو بالطريقه هذه. ندير في الجوانب ندير في كي مثلا في الثقب كي نلقاو هكا نديروها في الجوانب مثلا باش هكاك قلت لكم باش ما تيبسناش. ثاني هكاك في النار يعني نديروا المقله هكذا باش الجوانب هكاك باش يطيبوا. هذيك هي فوالا كيما راكم تشوفوا هاو ليكم الديول. نتيجه يعني واش نقول لكم نتيجه رائعه وناجحه. حيرجع حتستعملوه يعني في رمضان ان شاء الله. انا نخدم يعني كل مره ونخبي في الكونجيلاتور. عندي لي ساك كونجيلاسيون هذاك شريتهم من اكسيون. وطيبوهم. انا صراحه يعني ما يشرب ليش الزيت هذا الديو اللي نخدمه بالطريقه هذه ما يشرب ليش الزيت. شوفوا كيفاش. انا نخبي يعني مثلا ندير 10 حبات مع بعضهم نحطهم في الاكياس. يعني ما نديرهمش كامل في كيس واحد لا. انا ندير مثلا 10 حبات تاع الديول نديرها في كيس وهكا 10 وغير نخرج على مكان. هاني نحسب فيهم كما راكم تشوفوا هاني نحسب فيهم. شوفوا كيفاش راهم شفافين يعني روعه. وراني طيبتهم ما قدرتش برك نصور لكم طيبت بهم جاو هايلين. نتمنى البنات تجربوا الطريقه هذه. وشوفوا راني نوريكم في لي ساك هذو شريتهم من اكسيون. هذو روعه يعني سي براتيك يعني كديروهم وفيهم واحد هذاك اللي نقفلوه هذاك نقفلوه وما يدخلش فيه الهواء. تهلاو يا البنات ما اذا عندكم مثلا لي ساك ولا حاجه ما تخلوهمش يعني الهواء يدخل فيهم سينو يدخل الهواء ويفسدوا ييبسوا يعني حيبسوا لكم وما تخرجكمش نتيجه يعني كيما لازمه. شوفوا انا خبيت درت 10 حبات ونخبيهم في كيس واحد ومن بعد الباقي نبقى كل مره نطيب ونخدم ونخبيهم في الكونجيلاتور وغير نخرج. يعني جربتها يعني في كل رمضان ندير الطريقه هذه ويبقاو لي ما يفسدوليش. يعني الناس اللي تخاف يعني باش تفسد لها الديول لا ما تخافوش مش راح يفسدوا لكم ابدا ما يفسدولكمش. هكذا بتكونوا في رمضان مرتاحين يعني تكونوا ديجا خدمتوا صايي تكونوا مرتاحين يعني من الخدمه تاع الديول على بالكم يدوا وقت باش كل مره واحد في رمضان ويزيد يخدم الديول شويه مش حاجه سهله. هذا هما شوفوا كيفاش راني خدمت كميه قليله. هذا ما كان تاع نهار يعني خدمته وكل مره نزيد نخدم ونخبي. هذيك هي يا البنات. وصلنا نهاية الفيديو تاعنا تاع اليوم ونقولكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.